عرفت اللي حصل في اسبانيا والبرتغال؟ لو ما عرفتش تعالى اقول لك. تخيل بقى معايا كده في لحظه واحده النور يقطع عن البلد كامله. ده مش بسبب العاصفه ولا بسبب عطل، لا بسبب هجوم الكتروني ومقصود. اللي حصل من يومين بالظبط اللي فاتت في اسبانيا والبرتغال كان شبه فيلم رعب. كهرباء قطعت مره واحده وقطع وضرب يعني مدن كبيره زي مدريد، برشلونه، لشبونه. والكل سأل هل دي ضربه ليها علاقه بالهاكرز ولا لا. الحكومه الاسبانيه قالت ان بسبب الجو، بس الخبراء قالوا ان هي بسبب مشكله خاصه بالهجمات الالكترونيه. وفي شركه اسمها است هي اللي طلعت وصرحت عن الموضوع ده. طيب، بالنسبه ان انا عايش في اوروبا ليا اصدقاء كتير عايش في البلدين، فانا بدات اسال فيهم وتاكدت فعلا ان في هجمات الكترونيه حصلت وده كان سبب الموضوع. بس تعالى اقول لك كده على لمحه بسيطه حصلت بسبب حاجه شبه كده. في 2015 روسيا استخدمت فيروس الكتروني لتعطيل كهرباء في اوكرانيا. والسنه اللي بعدها على طول في 2016 حصل نفس الهجوم على كييف، وكان برضو سبب قطع الكهرباء. وفي 2022 كان في محاوله كبيره بس الحمد لله فشلت. النوع ده من الهجمات مش بس بيطفي النور، لا ده بيبهدل السيستم. انا في المجال بقى بقول لك ان الدنيا بتكون متبهدله فعلا، واعاده تصليحه الموضوع ما بيبقاش سهل، لان بيبقى فيه انظمه كتير بتتعطل عشان توقع الكهرباء، وعشان ترجع الموضوع بيكون صعب، ساعات بياخد ايام وساعات بياخد اسابيع. اللي انا عايز اقوله ايه لاي حد بيسمعني طبعا على الليفل اللي في الشركات او كده، ان انت لازم تكون جاهز. يعني مثلا الهولنديين وفي المانيا وهنا في لوكسمبورج بدا يطلعوا مبادره اسمها فكر لقدام. ان انت يكون عندك شنطه طوارئ، يكون فيها ميه، يكون فيها اكل ما يبص، يكون فيها شويه فلوس كاش، يكون فيها بطاطين، يكون فيها معدات عشان تبقى جاهز لحاجه شبه كده، لان الموضوع واضح انه ممكن يتكرر. عشان كده لو الكهرباء قطعت او يوم او اتنين لازم تكون جاهز بشنطه الطوارئ. وفي ناس جالها ايميلات كتير على الموضوع ده. طب لو اي حد بيسمعني وهو مسؤول في اي حته، مسؤول عن شركه، مسؤول عن بلد، مسؤول عن حاجه ايا كان يعني، حسب ما الفيديو يوصل، لازم تبقى انت فاهم ان شبكه الكهرباء تكون مؤمنه كويس، والتيار الكهربي ايا كان خاص بشركتك يكون كويس، وعندك خطط بديله جاهزه ان انت تشتغل عليها اسمها كونتينيوتي بزنس. طب هل بنجهز بقى للسيناريو ده؟ هل فعلا حتى لو نجهز السيناريو ده؟ انا اعرف ناس عندها الموضوع ده بس مفيش تدريبات، والموضوع عادي كده كهرباء شغاله، بس للاسف لما بيقع الناس كلها بتضيع. طب اللي انا عايز اقوله ايه، الخطر حاليا مش بس في الدول اللي انت بتشوفها، لا الخطر بقى هيطول كل حد. الخطر مش خيال علمي، يعني حصل في اسبانيا، حصل اهو في البرتغال، ودي بلاد اوروبيه، يعني الخطر حقيقي. فانا اللي انا عايز اقوله، لو انت مستعد كصاحب شركه، لو انت مسؤول عن بلد، لو انت صاحب حاجه، لازم تفكر في الموضوع ده من دلوقتي. الناس دلوقتي بدات تفكر زي ما قلت لك في شؤون الطوارئ، بدات تبعت ايميلات لكل المواطنين اللي عندها. الناس تكون مستعده ازاي، لان النور لو اتطفى حياتنا كلها بتتقلب.